أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض بانيه البتنجان بطريقة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا نشوفوا المقادير مع بعض. معانا بتنجانة هنقطعها شرايح وهوريكم دلوقتي هنقطعها ازاي، و3 معالق من الدقيق وملح وفلفل اسود والبهارات بتاعتنا وكزبرة وجنزبيل. ومعانا في الخضرة بقدونس وكزبرة وشبت، ومعانا نص كوباية من اللبن وبيضة. يلا بينا نشوفوا هنعمل المقادير بتاعتنا كده ازاي. هناخد البتنجانة، انا مقطعه نصها كده شرايح كده قدامكم اهي، وهكمل تقطيعها. انا بقطع من فوق من اول عند الراس وبنزل لتحت، علشان خاطر انا مش عايزاها تفك من بعضيها، انا عايزاها تبقى متماسكه ومترابطه لسه ببعض، عشان لما اقسم البتنجانه نصين كل نص وانا بشتغل فيه يبقى ماسك بعضه، هتبقى شبه الورده كده زي ما انا بوريها لك كده. ادي كده البتنجانه انا قسمها نصين. بعد كده هاخد البيضه واحطها في البوله، واجيب شويه فلفل اسود معاهم واقلبها كويس قوي، واحط لها نص كوبايه اللبن اللي قلتلك عليها. بعد كده اجيب بقى الدقيق والتوابل والبهارات اللي انا عملتها واحطها برضو عليها واضيفها كويس قوي واقلبها حلو. واخر حاجه بحطها اللي هي الخضره، اللي هو البقدونس والكزبره والشبت، بضيفهم كده عليه عشان يدوها طعم برضو حلو. وما تنسيش وانتي بتتفرجي على الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد كده ببتدي ان انا احط لها التتبيلة حلوة قوي فيها في الوش والظهر، واملى الفراغات الفتحات بتاعه البتنجان املاها بالتتبيلة كويس قوي. وبعد كده اكون محضرة طبق تاني فيه كمية من الدقيق. ليه بقى؟ علشان انا لما اطلع البتنجان من التتبيلة دي احطها في الدقيق، وايه اسيبها بعد كده في التلاجة مدة ربع ساعة تلت ساعة، على حسب ما انتي هتبتدي تقليها امتى. يعني حتى لو انتي عملتي الموضوع ده وحطيتيه في الفريزر وبعد كده حبيتي تطلعيه بتبقى برضو حلوة جدا. تمام. بعد ما انا تبلتها بقى هحطها في الدقيق زي ما انا قلتلك، واحطها بقى في التلاجة ترتاح شوية. وبعد كده في زيت سخن ببتدي ان انا اقلي البدنجان بتاعي، وبيطلع بعد كده شكله شبه البانيه بالظبط وطعمه بيبقى جميل جدا. وده بيكون شكله النهائي لبانيه البدنجان معانا المقرمش. ويا رب الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.